نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني في برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، وفي رمضان شهر الخير والبركة. ومعايا على التليفون الأستاذ علاء ضاحي، مدير عام إدارة وتنمية الموارد في مستشفى أيادي 40/40. أستاذ علاء، مستشفى أيادي 40/40 بتساعد مرضى السرطان في جميع محافظات مصر وبتقدم لهم أفضل الخدمات الطبية. قل لي إيه المطلوب بقى من المتبرعين عشان يقدروا يساعدوا وتكملوا طريق العلاج لكل المرضى اللي ما شاء الله الحقيقة كلهم بيثقوا في المستشفى؟ مساء الخير يا دكتور. شاكر لحضرتك إتاحة الفرصة ليا والأيادي إنها تعبر عن وجودها، وده بناء كمان على قناة حضرتك بينا. احنا طبعا كأيادي 40/40 احنا أكبر مركز علاج أورام لغير القادرين بالمجان، سواء عن طريق العلاج الإشعاعي أو الطريق العلاج الكيماوي. بالنسبة للعلاج الإشعاعي احنا كان عندنا تحدي كبير السنة اللي فاتت بإن احنا نعمل إحلال وتجديد ل3 أجهزة، وده اللي متبقي منه في الوقت الحالي 35 مليون علشان نبدأ نشغل الأجهزة إن شاء الله في أقرب وقت عشان نلغي قائمة الانتظار. زائد برضو حضرتك في العلاج الكيميائي بيكلفنا في الشهر 4.5 مليون جنيه، وكل التبرعات بأكملها بتبقى داخلة كاملة، لا يستقطع منها أي عمولات أو أي حاجة خالص بالنسبة للجمعية أو المستشفى. فأرجو من الناس إن هي الشركات والأفراد إن هم يتجاوبوا معنا لهذه الدعوة، وأتمنى إن هم لو يقوموا بزيارات ميدانية يجي يشوفوا المستشفى بعينيهم بدل ما يعني مزيد من الشفافية ويشوفوا على أرض الواقع، لأن زي ما حضرتك عارف إحنا مش متواجدين في الإعلام. وأتمنى إن استجابة الشركات والهيئات والأفراد للدعوة دي. أنا شاكر لحضرتك يا دكتور جدا جدا على اهتمامك ورعايتك لينا. بشكر جدا أستاذ علاء ضاحي، مدير عام إدارة وتنمية الموارد في مستشفى أيادي 40/40. اوعى تستهينوا بالكلمة، اوعى تقولوا إن الكلمة بسيطة وعبرة. انتم عارفين إن الكلمة ممكن يكون لها مفعول السحر في النفوس والمشاعر؟ عارفين إن الكلمة بتأثر فينا ممكن كمان تغيرنا؟ عارفين إن الكلمة اللي بتخرج مننا ممكن تهد وممكن ترحم وممكن تعطف وممكن تحن وممكن تساعد؟ ممكن كلمة تكسر نفس وكلمة تجبر خاطر. عارفين ممكن كلمة تخليك يائس وكلمة تانية تملاك بالأمل. عارفين ان في كلمة ممكن تخرب بيوت وكلمة تانية ممكن تبنيها. عشان كده الكلمة مش بس صدقة زي ما بيقولوا، لا دي روح وحياة وطريق للسعادة. فربنا يجعل كلماتنا كلها جابرة للخواطر، ونكون دايما هدفنا هو إسعاد الناس. اللهم ارزقنا بالكلمة الطيبة اللينة التي تهون وتطبطب وترسم الفرحة في القلوب. اللهم آمين. نفتح سوا